يا صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. دي قناتي مع مطبخ علي. اتمنى اشتراك وشير وسبسكرايب للقناة، وعشان يوصلكم كل جديد من اي فيديو بنزله. سواء انا عاجبكم او مش عاجبكم اكتبوا لي في التعليقات اللي انتوا بتكتبوها لي. وشكرا لاخواتي اللي بيدعموني من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي من فوق. النهاردة هعمل معاكم كده حاجة حلوة وسهلة وسريعة. هتعملي ايه؟ كل الاكل على فكرة سريع، مفيش اكلة تقيلة. طالما انت حابة الاكلة اللي هتعمليها على طول. فما فيش حاجة اسمها اكلة تقيلة، يعني في ناس تقولك المحشي ده صعب. لا طبعا مفيش حاجة صعبة. اللي هتقفي تطبخيه هو اللي هتقفي تعمليه، هي كلها واحد. النهاردة هعمل معاكم كوارع، بس كوارع بتلو. الكوارع البتلو دي يا جماعة بجد بجد وهمية. طعمها تحفة وخفيفة وحلوة قوي. انا همسكها كده. هي كانت جايالي التورة كلها يعني ايه؟ يعني كوارع العجل كله، الاربع فرد. همسكها كده الاول. هقطعها، هي جايه متكسره بس مش خالصه خالص. همسكها كده قصها، المقص مرضيش يقصقصها معايا. هتعملي ايه يا علياء؟ هنطلع الكزلك طبعا هو اللي بينجز معايا. اللي انا كنت وريته لكم قبل كده، جوزي كان جايبهولي، ده اللي بينجز معايا في القطع. بصوا حتى هنا السكينه، كنت هتعور والله كذا مرة في اليوم دوت لولا ربنا سترها. فأنا هطلع منقذي. أنا بسميه دوت منقذي. هو اللي بيقطع لي الحاجات ايه الصعبة. تمام تمام يا علي. كده انت طلعتي الكزلك. لا انا لسه معايا السكينة العادية. يئست كذا مرة تفلت من ايدي كده انا هجيب الكزلك بقى، هو اللي هيشطب ويظبط وايه ويعمل. كده انا كنت جبت الكزلك في ايدي. ده الكزلك اللي انا بقطع بيه، حامي جدا ومخيف جدا بس بينجز بصراحة. تعالوا بقى كده، انا هنا هقطعها وهمسكها عشان اعرف اغسلها. هي طبعا جايالي بس فيها بعض حاجات عايز تتنضف. مسكت الحتت اللي فيها شعر دي، ما جاتش معايا في المقاطع على البوتاجاز. بقيت اشيطه. فيها بعض شعر كده، بتحطيه على عين البوتاجاز كده، يعني مش بتحطيه وتسيبيه، لا، على بعد كده شوية بتشيطيه فبيختفي معاكي تماما. ومسكتها هنا قطعتها. وهمسكها بقى اغسلها بالدقيق والخل والملح، هفركها تحت المية. تمام. انا هنا كنت خلصت تقطيعها، بس كان لسه في معايا ما تقطعش. بصوا طعمها تحفة. والله 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 بدون كذب. ال- العجل ده او الكوارع دي ما خدتش في سواها كله على بعض طاجن وسليق واللي اقل من ساعة. عشان بتلو طبعا كلنا عارفين اللحمة البتلو بتبقى خفيفة وما بتاخدش وقت في اي حاجة. بصوا شايفين كل ده؟ انا كل ده هشيله. كل الحتت اللي انتوا شايفيني شاورت عليها دي. هنا حطيت مية. انا لما باجي اعمل كوارع، مسكتها بقى انا مع نفسي كده وعملت وظبطت. أه بحط مية كده. اللي فيه بعض حاجات فيها مرضتش تنضف، بحب احط لها مية كده، اديها فيها غلوة وامسكها تاني تحت الحنفية اغسلها. بعد كده بقى امسكها اعمل لها شوربه حلوه عشان اشربها ايه بنفس. في حاجات مش راضيه تطلع منها، فقلت لما هديها السلقه الصغننه دي يعني الغلوه دي هتسهل عليا ان الايه الحاجه اللي فيها تطلع. تمام تمام. انا بقى لما هسلقها السلقه اللي انا قلت لكم عليها دي هتظبط معايا كل الايه الدنيا. تمام تمام. تحطش بصل ولا حاجه؟ لا انا مش هحط حاجه خالص. انا بس هسلقها السلقه. وكنت بحضر ميه تاني في الكاتل. فهنا حصلت معايا حاجه صدمتني. عارفين السلقه الغلوه اللي انا كنت عايزه اديها لها؟ حسيت ان هي خلاص هتستوي، اتخضيت والله. جريت بسرعه، رحت بقى مفضياها كده، نشلتها. مسكت الحله بتاعتي غسلتها. ورحت بقى ماليه ميه نظيفه وبصلايه زي ما عودتكم. نحط البصل والطماطم والجزر واللوري والحبهان، نحطهم واشوح فيهم كده الكوارع. بعد كده يعني اديتها تشويحة. انا عامله الكوارع معاكم قبل كده، بس ابني كان مضايقني بصراحه، مقاطع كتير وقعت مني. فهنا بقى رحت عامله شوربه نظيفه. بصوا، ده كده في الغلوه الاولانيه. هي ما خدتش.
انا بس كنت عايزه اعمل لها حبه شوربه حلوين لان احنا بنحب نشرب شوربتها. حطيت جزء هنا والجزء التاني بقى مش هينفع اسلقه تاني يا ولاد، ليه عليها مش هينفع؟ لان هي مش مستحمله، دايبه دوب كده دايبه. فانا قلت التاني بقى هعمله طاجن كوارع، الطاجن ده بيبقى طعمه وهمي. تمام. فهنا بقى رحت حاطه حته زبده في الصينيه، ونزلت عليها ببصل جوانح زي ما انتوا شايفين كده. لايك بقى كده، لايك، وما تتهميش كده في الكوارع وتدققي في الكوارع، دققي مع اختك حبيبتك. قلت لها لايك، اعملي لها اشتراك لو انتي لسه ما عملتيش، ارفعي لي الفيديو، تبقي اختي كده وحبيبتي واخواتي الفاضلين آه اللي دايما كده بينوروني. وشكرا لكل حد بيرفع لي فيديو ليا، بجد بجد شكرا، وكل حد بيدعمني بكلمة حلوة. هنا بقى نزلت بالبصل الجوانح، وهفضل كده ايه اقلب. انا مش عايزه احمر البصل، انا عايزه ادبله بس كده حاجه بسيطه عشان التسكيره بتاعته دي الحلوه تفضل فيه. تمام تمام يا علي. بصوا شايفين انا بس كده عايزاه ايه، يتدبل كده بس. نزلت هنا بمعلقه الهريسة الفلفل الاحمر ومعلقه توم، وقلب يا معلم كله في بعضه. طالما مسكنا الكازلك وهنعمل كوارع يبقى لازم نقول ايه، قلب يا معلم. تمام يا معلمين، تمام. هنا بقى قلبت ونزلت باللوري والحبهان وعود قرفة خشب، ونزلت بروزماري وحبة زعتر وحبة بهارات، وقلب كله في قلب بعضه. طب يا عليا ما كنت نزلت بالكوارع الاول وقلبت؟ يا حبايبي الكوارع طلعت هتتهري مني، ما خدتش سوا، قسما بالله ما خدت سوا، صدمتني. يعني دي لو عندك عزومة وجبتيها، ولا تقولي الانبوبة خلصت ولا استهلكت غاز، ولا زي التانية تقعد تدب بال3 ساعات على النار. لا يا بصوا دي حاجة كده بغاشة يا باشا. تمام تمام. كوارع مفيدة جدا يا ولاد. كوارع المادة الجيلاتينية دي احنا بنبقى مفتقدينها من جسمنا، احنا بنبقى محتاجينها، مفيش حاجة بتبقى فيها غير الكوارع. شايفين الحتت الصغننة دي انا بعشقها. تمام تمام. ومسكت بقى هنا قلبت كله في قلب بعضه كده، وهديها كل تظبيطها ملحها وكل حاجتها. هنا نزلت بالفلفل الاسود والبهارات والملح والفلفل الاسود. تمام تمام. والطماطم و... وهتنزلي بايه تاني يا علياء؟ زي ما احنا شايفين كده، وفلفل اخضر. يبقى انا هنا نزلت اول حاجه بالبصل عشان زي ما قلت لكم، نزلت بالبصل وروزماري وزعتر وقرفه خشب، وهنا بقى نزلت بالفلفل الاسود. بعد ما حطيتها نزلت بفلفل اسود وملح وبهارات وطماطم وفلفل. هشوحها بقى كده تشويحه كده خفيفه، وبعد كده هقلبها في قلب البرام. بصوا ايه بقى السر اللي هيخلي لي الطاجن ده عجمية كده وعسل العسل؟ ايه بقى هو يا علياء؟ قولي يا علياء ما تتكسفيش. شوربة الكوارع. شوربة الكوارع دي بقى كانت استوت كده ولهلطت معانا. ده انا هقول لكم على مفاجأة دلوقتي، مش عارفة بقى في حد زيي، لو حد زيي يكتب لي في الكومنتات، ولو ما حد زيي يكتب لي برضه في الكومنتات، وجربوها مش هتندموا. هنا بقى حطيت الطاجن هنا، حبيت طاجن يعني جم معايا على طاجنين، ونزلت عليهم بحبة شوربة كده. وكان عندي طماطم اللي انا هعمل منها الصلصة بتاعت الفتة خل والثوم. مسكت كده معلقتين حطيتها ايه من على الوش. عايزة اقسم لكم بالله والله والله بدون حلفان كمان، يعني انا مش قادرة اقول لكم الطاجن ده ريحته كانت وهمية. انا عندي رماس بتقرف جدا جدا اما اقول هعمل كوارع ولا حاجة. لقيت ريماس داخله بقولك يا ماما انا متضايقه انك بتعملي كوارع، بس انا عايزه اقولك الريحه اللي انتي بتعمليها بصراحه بصراحه مش هكدب عليكي ريحتها تحفه، بس انا يا ماما ما بحبهاش. قلت لها يا حبيبتي مش شرط انك ما تحبهاش، بس كفايه انك دخلتي قلتي لي ان ريحتها تحفه. تمام. وحطيت الطاجنين في الفرن، وكانت الكوارع التانية اتسلقت. وهنا حمرت العيش، انا لازم اكل عيش محمر، معرفش ماكلش عيش محمر. وهنا الصلصه بمخل وتوم. انا بحب صلصه الفته كده بالخل والثوم زي ما اتفقنا، بنحط الثوم وبعد كده بنشوحه بالزبده وكمون، وبعد كده بننزل عليه بالخل، بعد كده بالصلصه،
ونحط اللوري والماجي والملح والفلفل الاسود بتاعنا. تمام. حبة رز بقى، والله ما بشوربة الكوارع، عشان انا يبقى عندي مصداقية. هو المفروض يتعمل بشوربة الكوارع، بس انا عيالي لو عملته بشوربة الكوارع مش ياكلوا، فما بحبش اغفلهم او اكدب عليهم. اما بغفلهم بقول لكم عشان تغفلوهم معايا. لكن بصراحة مرضتش عشان هما بيحبوا الفتة وياكلوها ايه بنفس. هنا كنت حمرت العيش وحطيته في البولة، وبص نزلته بالرز، حبة رز عجمية. تمام تمام. ونزلت هنا بالصلصة. رماس كانت عايزة تساعدني، عملت لي البيت دوت، رسمت لي الصلصة بالمنظر دوت. تمام تمام، تسلم ايديها. المهم انها دخلت وحبت ايه تشاركني، وريحة الكوارع والله هي اللي دخلتها، غير كده هي كانت ايه مش طايقة تخش معايا المطبخ. تعالوا بقى نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. بصوا طاجن الكوارع، كلكم تلاقيكم بتقولوا احذفي عليه طاجن كوارع من الطاجن ده. بصوا استوت بقى. بصوا حاجة كده تيجي تحطيها في بوقك تلاقيها بتقع، حاجة كده دايبة دوب، قسما بالله ما مستاهلة أي حاجة. حاجة كده فاخر من الآخر. وقرن الفلفل ده كان مشطشط، كان مظبط الدنيا. وهي الكوارع كان فيها سنة حرقان. لو جربتي الكوارع كده مش هتاكليها بشوربة تاني، غير انك تكوني عايزة تشربي حبة الشوربة بتوعها. تمام تمام. عملتي ايه تاني يا علياء؟ وادي حبة الرز اللي بالسمنة البلدي، وريحتهم التحفة، كانت أكلة خيالية. طب يلا بقى هتعملي ايه تاني؟ وحطت لكم هنا حبة الشوربة الجامدين، ام ليمون. بص الشوربة، انا بحب اعمل الصدمة التانية دي عشان اشرب الشوربة بنفس. معلش برضو ده عدل، عايزة تكون عديتك حاجة في الكوارع، عشان كده بحب اديها سلقة اولانية والسلقة التانية ايه لو فيها اي رواسب امسكها انضفها واعملها. تعالوا بقى كده يا جماعة، شايفين العضماية ده؟ العظم ده بيبقى جواه نخاع كده، تحفة 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 تحفة. اللي بقى بيحب النخاع اللي جوه، بصوا دايبة ازاي، بصوا بصوا. مين هيقول هاتي حتة؟ اتفضلوا يا جماعة، ما تتكسفوش، بيت اختكم يعتبر بيتكم. تعالوا بقى كده معايا النخاع اللي من جوه ده. وبصوا الطاجن، بصوا بصوا. يا جمالك، تسلم ايديك يا علياء، والله العظيم انا عن ما بشكر في نفسي، بس بجد تسلم ايديا، تسلم ايديا. تعالوا بقى كده النخاع بقى، نكمل النخاع ده، تفضيه كده بقى على الرز يا جماله. النخاع ده كده تروحي ماسكه العضميه مفضيه اللي جواها، وكلي بقى، كلي احلى نخاع بجد والله. تحفه 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 تحفه. كوارع بقى البتلو، كان النخاع بتاعها خفيف مهما كلتي عايزه تاني. كانت اكله عسل 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 عسل. هقول لكم بقى، اسيبكم في حفظ الله، احلى اخوات في الدنيا. متنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد مع فيديو الكوارع.